على فكرة نقطة وايد مهمة، هذه موضوع ان احنا حطينا بعد مباراة منتخبنا مع العراق حطينا اغاني عراقية، والبعض هنا عتب علينا وزعلوا علينا وعصبوا علينا وانتقدونا. وعلى فكرة واللي انتقدنا بعد نحترم انتقاده، احنا في النهاية نعمل، ومثل ما احنا قاعدين عايشين الوضع ترى نتأثر، احنا بشر يعني انسان في النهاية. منتخبنا رايح الى العراق بمنتخب صف ثاني، وحتى احنا مش متوقعين اصلا نتأهل للدور اللي بعده، ولعبوا وادوا مباراة طيبة واللهم لك الحمد، بطولة ممتازة. قبل المباراة كنا نقول احنا حتى حق اخواننا العراقيين بنفوز عليكم، وكنا نتحداهم صحيح بالصوت والصورة. ولما عبد الله لو سمحت شوي بعد اذنك، ولما المنتخب العراقي فاز علينا بعد المباراة احتفلنا فيهم، وعرفنا ان احنا احتفالنا فيهم ما راح يستنقص منا ولا راح يعني يستنقص من بلادنا او منتخبنا او شيء، لان المباراة وانتهت. فيعني انا اسف يعني اذا خسرنا وطلعنا يعني نفتحها عزة، لا خلاص طلعنا، ما الله كتب لنا نفوز على المنتخب العراقي صح، لكن في كل الاحوال احتفلنا بالعراقيين. لما احتفلنا بالعراقيين، العراقيين اعتبرونا ان احنا فايزين، وهذه رسالة إنسانية اجتماعية لابد أن نوضح. كرة القدم مش بس قصة منافسة في مستطيل أخضر، قد ما هي عملية إنسانية، عملية اجتماعية، عملية تواصل بين مجتمعات، عملية أن أنا أنقل صورة طيبة عن بلادي. فحتى اللي يعتبرنا نقول احنا نتقبل رأيهم وعلى العين والرأس، ومن حقه، هذه بلاده في النهاية، من حقه يقول، فينا اللي يقوله حقك، ما راح نزعل، لأن قلت لكم احنا نعمل رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. إمكاني سويته غلط، لكن القصد لما الأعمال بالنيات، إن أنا مش قصدي والله إن أنا فرحان إن منتخب بلادي وخسران، لا، فرحان لهم، ناس يستاهلون. ليش احنا دائما نقول لكم ناس يستاهلون؟ لأن عشنا بينهم. ترى كل من راح العراق وعاش بينهم يعرف المعنى الكلام اللي احنا نقوله، وربعنا وأهلنا وأخواننا اللي يقنصون في العراق يعرفون الكلام اللي احنا نقوله. ترى من تقول له أنا قطري، والله إنه يفتح لك 1000 باب، 1000 باب ينفتح قدامك كل يوم، بس أنك ترجع إلى قطر. وإخواننا الخليجيين رحبوا بكل خليجي، نعم، رحبوا في الكويتيين، في السعوديين، في الإماراتيين، كل عايش مبسوط وفرحان ومرتاح. إحنا يوم رحنا العراق يا الربع، ترى ما صرفنا فلوس. ترى أنا يعني مش قصة إن أنا الحين يعني ما أدري شو أوصف لكم إياها، البعض أنا عارف يفكر، لا ما خلونا نشتري الشيء مو بكيفك، كلنا بيطلق وكلنا يبي ما ادري يتهاوش، عيب علينا، وما خلونا ندفع. 18 يوم كله ذبح، 18 يوم. والله انا اروح المطاعم والله نفس الشيء. انا بس بوصل فكره، بس امشي لكم الحلقه، بوصل فكره. يتهاوشون عندي من اللي بيجيب العيش بكره والذبيحه وكذا. في ايام تجينا 3 ذبايح 3 عزايم، احنا نقول الحمد لله، ترى في النهايه احنا عندنا خير اللهم لك الحمد، وعندنا ميزانيتنا، لكن ما خلونا نصرف. والله والنعم فيهم. فانت اليوم اذا ناس يكرمونك وناس يحترمونك وناس مقدرينك وناس حاطينك فوق راسهم، يعني اسف تف عليهم، هاي مش طبعك. صحيح. ولا اللي تربينا عليه. وانا متاكد انتم تعلمونا، احنا نتعلم منكم اصلا. فباختصار اللي انتقدنا على العين والراس، حبينا نوضح النقاط كلها، وارجو ثم ارجو ثم ارجو من الشعوب لا تلتفتون الى من يحاول ان يزرع الفتنه بينكم. لها مردود بعيد، مش مردود حق الحين بس، هو مردود بعيد يخليني اكسي عليك وتكسي علي، يصير بيننا كراهيه، يصير بيننا بعد، يصير كل واحد فينا شايل في قلبه على الثاني. العتب مقبول، بالعكس انا احب العتب، وزين انه طلع هالشيء، حتى احنا بعد نوضح لكم، لأن نعزكم ونحترمكم. لو أنتم ما تعتبرون أن احنا أهلكم ورابعكم والقناة قناتكم، ما عتبتونا، أنا متأكد. ولو احنا ما نعزكم ونحبكم ونقدركم، بعد احنا في نفس الوقت ما وضحنا، صح ولا لا؟ ترى أنا مش مطلوب مني إني أوضح، لكن محبة وتقديرا لكم وللبعض اللي أساء الفهم أو اللي وصلت الصورة غلط أو حبيت أوضح لكم الموضوع. فأتمنى تقبلون منا هذا التوضيح. مباريات بكرة الله يسلمكم.